السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من تايم الأهلي، إن شاء الله تكون حلقة مميزة عليكم. النهاردة هنتكلم على أخبار كتيرة جدا 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 معانا وصفقات كتيرة الأهلي بيتكلم فيها، علشان في مكان واحد فقط للأهلي عايز يجيبه قبل طبعا الميركاتو يناير يقفل. فالأهلي محتاج صفقة ضروري جدا 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 في فترة القيد اللي هي شغالة حاليا دلوقتي. معانا صفقات هنقولها لكم سريعا كده، بس قبل ما نبدأ الأخبار اللي معانا ونقول عن أي حاجة، يا صاحبي لو ما ضغطتش على اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع أخبار نادي الأهلي من تايم الأهلي. إن شاء الله تكون حلقة مميزة عليكم. طبعا دي حلقة على اليوتيوب. النهارده معانا اخبار جامده جدا جدا جدا، وعلى فكره لو ما عملتش كل اللي انا قلت لك عليه، اللايك واشتراك وفعل زر الجرس، يكفيني ان انت قاعد بتتفرج عليا، وده شرف ليا طبعا كبير جدا. وشاركنا برايك لو انت من محبين النادي الاهلي وحابب تشوف صفقات جديده في نادي الاهلي، وفي يعني في صفقات في دماغك او فكرك وعايز اعرضها علينا برضو على في التعليقات يعني وكده. وسريعا كده بقى وتعالى بينا نخش على الاخبار اللي معانا النهارده. خليك في خبر لاشرف بن شرقي في اخر الفيديو، خبر مهم جدا جدا قالوا على لسانه هنقوله لكم، خبر كبير كده. اشرف بن شرقي قبل ما يجي نادي الاهلي قاله، وطبعا جبنا انفردنا بيه وهنقوله في اخر الحلقه. كمل معايا لحد اخر الفيديو علشان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا كاهلاوي. يلا بينا مع اول خبر. سبب خروج جريتشاي في مباراة مودرن سبورت لأنه اشتكى من إرهاق بين الشوطين بسبب اختلاف الريتم بين ناديه القديم ونادي الأهلي. طبعا مجرد إرهاق مش إصابة، وعادي هينزل التدريبات اليوم، مفيش أي مشكلة في اللعب، غير ان هو كان مرهق فقط لا غير. بن شرقي جاهز لانضمامه لقائمة الأهلي في المباراة المقبلة، وعادي جدا ممكن ينزل التمرين اليوم عشان يبدأ برنامجه التأهيلي. نسبة قيد علي معلول، حابب بس اتكلم في الجزئية دي شوية، معدومة بعد قرار كولر النهائي طبعا بان هو مش هيقيد علي معلول عشان هيجيب صفقة في الوقت الحالي مكان علي معلول. طبعا كل الناس عارفة ان الاهلي معاه 4 اجانب حاليا دلوقتي، وفاضل له صفقة 5. طبعا بعد طلوع رضا سليم من القايمة فهيبقى برضو لسه الاهلي معاه 4. مين الاربعه؟ يحيى عطية الله، اشرف داري، اشرف بن شرقي، وجريتشار طبعا الرابع بتاع نادي الاهلي. الخامس بقى لو في حاله ان كولر خلاص اقتنع بان هو مش هيجدد لعلي معلول، لازم هيجيب طبعا مهاجم تاني او بيلعب على الاطراف، لاعب اجنبي يعني. في الحاله دي لو الاهلي ما عرفش يخلص لمارسيل كولر، وخدوها مني انا بقى، الاهلي مش هيخلص في صفقات حاليا دلوقتي بسبب ان هو اداره نادي الاهلي ومحمود الخطيب عايز يقيد علي معلول في نادي الاهلي. وطبعا ده مش هيقدر يعاند في كولر عشان هو محتاج كولر الفتره اللي جايه مع مجموعه اللعيبه الجديده اللي دخلت في نادي الاهلي. فممكن يجيبها له بالطريقه ان هو يخلع اي صفقه كولر يقول عليها بالطريقه يعني بسبب المبلغ والكلام ده كله، عشان يقيد او يأيد علي معلول في القايمه بتاعه نادي الاهلي. بدأ وسام ابو علي وطاهر وداري اليوم تدريبات جري حول الملعب، وكمان ابتدى التأهيل بالكوره، بيقتربوا جدا بقوه من العوده للتدريب الجماعي باذن الله يرجعوا بالسلامه. المباراه القادمه لنادي الاهلي يواجه بتروجيت يوم الخميس في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. كولر يأكد طبعا لم يغلق باب القيد لنادي الأهلي، ولحد دلوقتي متمسك بلاعب أجنبي. طبعا اتعرض على نادي الأهلي أسامي كتيرة جدا، وكولر بتمسك بلاعب معين طبعا هنقوله لكم برضو في آخر الحلقة. استقرار إدارة نادي الأهلي على تحديد موعد يوم 14 فبراير الجاري، موعد قائمة حفلة كبيرة طبعا بالأقصر في الاستقبال النسخة الأصلية لكأس العالم الأندية.
الإعلان عن تعيين مدير كورة سيكون بعد انتهاء الميركاتو، وهناك اسم مطروح حسام البدري بخلاف عماد النحاس ووليد سليمان. اجتماع اليوم بين الخطيب ولجنة التخطيط لحسم صفقة جديدة الأخيرة بعد صعوبة التعاقد مع كوتيسا. كلام مهم وتصريح قوي جدا 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 من اشرف بن شرقي، طبعا بعد التعاقد واطمئنان الصفقه لنادي الاهلي. طبعا قال اشرف بن شرقي في تصريحات عبر قناه نادي الاهلي، طبعا قال تقريبا من 3 ايام كان عندي بند في عقدي مع نادي الريان بانني لو رحلت سيتنازل عن مستحقاته ويدفع الشرط الجزائي. وقال اشرف وهذا كان طلب من نادي الريان اني طبعا اوافق على اني استغنى عن فلوس، لانني اعلم اني لو تنازلت عن هذا المبلغ الكبير ساذهب لمكان صاحب تاريخ كبير وسالعب على بطولات كبيره، وهذا يجعلك تتنازل عن كل شيء من اجل هذا النادي الكبير نادي الاهلي. احب اني اشكر جمهور الاهلي على الترحيب والحب الكبير، وهذا معروف عنهم انهم يحبون اللاعبين. اتمنى افرحهم ولا اخيب ظني باذن الله. وقال طبعا كل ما منزل الشارع والف في الشارع يقابلني ناس اهلاويه طبعا يرحبوا بيا جدا ويقولوا لي ان احنا بنحبك، وطبعا هتحقق المجد والتاريخ وكل البطولات مع نادي الاهلي. وده طبعا اللي انا شايفه، وده حقيقه طبعا من اللي انا شفته واستقبالي لاداره نادي الاهلي، وكمان الجوائز وكؤوس اللي انا شفتها طبعا في نادي الاهلي دي انبهرت بيها جدا جدا جدا. وقال كمان ان اي لاعب يتمنى ان يلعب في نادي الاهلي ويصنع البطولات دي كلها وياخد البطولات دي كلها مع نادي كبير مثل طبعا بعد وكمان مشاركه الاهلي في كاس العالم ديت حاجه مفرحاني جدا 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 ان انا هشارك في كاس العالم. على فكره ديت نقطه اتكلمنا فيها وقلنا اشرف بن شرقي هيضحي عشان يجي نادي الاهلي علشان فقط ان هو هيشارك في كاس العالم. وخليكم متذكرين الكلمه دي على طول، ان هو ممكن يسوق نفسه وممكن يروح لنادي يكون نادي يعني عالميا اكبر، وطبعا مش اكبر من النادي الاهلي بس عالميا اكبر، ان هو هيتشاف اكتر في الدوريات الانجليزي والدوري الاسباني والكلام ده كله. فديت ممكن برضه حاططها من ضمن حسبانه اشرف بن شرقي. طبعا قال كلام كتير جدا، فطبعا عشان ما اطولش عليكم يعني ده جزئيه من اللي اشرف بن شرقي قاله على قناه نادي الاهلي. وطبعا التصريحات دي كلها قالها على لسانه، مش جايبين لكم اي حاجه وخلاص. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على اللايك. وخلصنا حلقتنا النهارده كده، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده وحلقه مميزه ان شاء الله. بكره ان شاء الله تكون حلقه مميزه وضرب نار، انتظرونا بكره. وفي النهايه شكرا لدعمكم واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.